صبحكم الله بالخير. أنا الآن في جبل الزيادة بمنطقة الحطمة بمحافظة ذمار. خلفي نفق أثري منحوت في وسط الجبل. يقول أصحاب القرية أو أصحاب المكان أنه يمتد بطول 240 متر وارتفاعه 7 أمتار. له مدخل من هذا الاتجاه ومخرج من الاتجاه الآخر. يعتقد بأنه كان مقبرة لملوك حمير. ما في أحد يعرف كم عمر هذا النفق، لأنه مثل ما قلت لم يتم اكتشافه سابقا، ولا أحد يعرف أي حاجة عنه. فقط يعرفوا أنه نفق منحوت بوسط الجبل ويمتد بطول 240 متر وارتفاعه 7 أمتار. تعالوا مع بعض نشوف هذا النفق. مثل ما تشوفوا هذا الجبل وهذا مدخل النفق. لو تلاحظوا أنه النفق منحوت نحت، يعني لا أنه بالتجويف أو حاجة، لا، منحوت نحت النفق. شوفوا الصخور هذا الجبلية، وهذا جدران النفق من اليمين واليسار، منحوت النفق نحت. بسم الله. يعني حتى النفق واسع، يكفي ممكن 3 أشخاص أنهم يمشوا بأريحية. وصلنا إلى نهاية النفق. مشينا النفق كامل، ولكن كان يعني فيه برد. النفق بارد، يعني كتجويف صخري فيه برد. وصلنا الحين نهاية النفق في اتجاهين بنهايته أو فتحتين. الفتحة الأولى مندثرة بالكامل مثل ما تشوفوا هنا، كامل مندثرة هذا الفتحة. شفت الصخور كلها متساقطة ومغطية هذه الفتحة. الفتحة الثانية نفس الشيء مندثرة ولكن جزئية. يعني شفت هذا الصخور كلها ساقطة من هناك من الجبل، ولكن في باقي من التجويف هذا. ما حد يعرف هل هذا الصخرة كلها سقطت هنا أم أنه هو فعلا كان كذا، بس الواضح أنه كان واسع، لأنه النفق واسع فأكيد المخرج واسع. فتشوفوا هذا صخرة كبيرة جدا سقطت في هذا المكان. يعني هذا النفق يحمل أسرار كبيرة، ولكن أبدا غير مكتشفة وما حد يعرفها. أبدا ما حد يعرف إيش أسرار هذا النفق بالضبط. كان عجيب وغريب في نفس الوقت. حاولنا ندور على إشارات، على حاجة ممكن أنه لو جو ناس مختصين ممكن يفهموا. إحنا ما نفهم في الآثار، إحنا فقط نوثق. لكن لو جو ناس متخصصين ممكن أنهم يفهموا أكثر في موضوع هذا النفق أو الآثار اللي تكون موجودة فيه. شيء عجيب صراحة. على طول النفق الجدران كانت متماسكة، لكن وصلنا هنا في هنا علامة ومقابلها نفس العلامة. فإحنا ما نعرف هل هذه العلامة ترمز إلى قبور أو ترمز إلى إيش، لأنه في هذا المنطقة بدأت مثل ما تشوفوا الجدران بدأت تندثر من هذين، فما نعرف إيش هذا العلامة. أيضا في هنا علامة إكس في هذا المكان، فقد يكون أن هذه علامات لشيء معين، لأنه مش معقول بطول النفق في الخلف الجدران متماسكة، ولكن هنا بدأت الجدران تتناثر. يعني تشوفوا هناك من هنا لا زالت متماسكة، شفتوا، ولكن هنا بدأت تندثر قليلا شوي، وهنا في شق كبير، يعني اندثار كبير هنا غير طبيعي. فهذه ضروري أن يتم اكتشافها. هناك هذا يمكن خفاش طيور، ولكن مثل ما تشوفوا نحت صخري في هذا المكان العجيب. كل ما نمشي نحصل علامة نحصل أن الأرض نازلة هنا. فقد يكون من أحد الاعتقادات، شوف هذا علامة زايد، إيش معناتها ما حد يعرف، بس قد يكون أنه في اعتقاد من أهل المكان أو أهل المنطقة أنه هنا في كنوز ويتم حفر في هذا المكان. هذا المرجح. يعني لو تشوف النفق
النفق يعني كيف أقول لكم، نفق مهيب، نفق يعني شيء مش بسيط. 240 متر احنا جالسين نمشي داخل النفق. 240 متر لو تشوفوا السقف صخر كامل. يعني كيف تفسر هذا؟ ما في تفسير الا اذا في احد يجي ويشوف يكتشف هذه الاماكن، يكتشف خبايا هذا النفق، ممكن ان يتوصل الى معلومات وحلول. هذا من الاشياء اللي فعلا غريب، فعلا شيء غريب يا اخي، والله شيء عجيب، شيء عجيب. كيف بنوا هذا النفق ما تعرف؟ كيف نحتوا يعني قبل الحين بالمعدات الحديثة، ولما يجي يعمل لك نفق في قبل ياخذ له بالاشهر او بالسنوات. تتوقع هذا كم اخذ منهم هذا النحت؟ صخور صلبة كذا ينحتوها في وسط الجبل. والله شيء عجيب. الحين احنا راجعين وصلنا الى نهاية او مدخل النفق اللي دخلناه. مثل ما تشوفوا هذا المدخل. في هذه اللحظات وانا اطلع من هذا النفق يعني يدور في بالي تساؤل: ليش ما يتم الاهتمام بمثل هذا الانفاق او مثل هذا الاثار؟ يعني هنا اهل القرية، حتى اهل القرية صار عندهم علم بآثار البتراء في الأردن. يقول لك لو هذا في الأردن بيكون هنا كافيهات، بيكون هنا اهتمام، بيكون في نفس المزار، أن الشخص اللي يريد يدخل يكون في مبالغ، في فلوس يدفعها وفي اهتمام. فأتمنى أنه خلال السنوات القادمة نشوف في اهتمام فعلا في هذا الآثار. أول شيء اكتشافها، يعني هذا كنز، يعتبر كنز بالنسبة لليمن، فنتمنى أن يتم اكتشافها عشان أنه الدولة بنفسها تستفيد من هذا الاكتشافات. يعني ما معقولة نفق مثل هذا، أكيد أنه في خبايا كثير من الرموز، كثير من الكنوز، لازم أن الدولة تستفيد من هذا النفق. وبعد ذلك يرجع الاستفادة إلى أهل المنطقة أو أهل المكان، بحيث أن لو تم تنشيط المكان سياحيا كذلك أهل المنطقة راح يستفيدوا. هذا هو النفق مثل ما شفتوا معانا، مكان جميل جدا، وأدعو الجهات المختصة أنه تجي وتوقف على هذا النفق.